هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ السلام عليكم خوتي وخواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير. الفيديو ديال اليوم اخوتي وخواتاتي هو جيت نقدم لكم واحد الخبيزات كنعجنهم بزيت الزيتون اي زيت العود. كيجيو زوينين بزاف ولدات وكيجيو حتى المنيضر ديالهم زوين. كنحضروهم للضياف او مناسبه العيد. عندي هنايا خديت واحد 250 غرام ديال الطحين فينو اي الطحين الحرش هذا، وخديت هنايا نفس القياس ديال الطحين ابيض فورس 250 غرام على 250 غرام. غادي نزيد عليهم الملحه على حسب الذوق. غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، المعلقه صغيره ديال السكر خشن اي سكر سنيده، وغادي نزيد قياس واحد 2 معالق كبار ديال زيت العود اي زيت الزيتون. وعندي المدافي باش نعجن. بسم الله على بركه الله. غادي نخوي هنا شويه ديال الماء فوق الخميره والسكر باش يتفاعلوا. بسم الله. صافي العجينه ديالي هي دلكات كيف ما كتشوفوا راه رطبه على هذا الشكل، كتجبد. غادي نخليها تتخمر ويتضاعف الحجم ديالها ونرجع لكم من بعد. العجينه ديالي هي خوتي وخواتاتي هي خمرات كيف ما كتشوفوا، راه جات رطبه مرخوفه ما قاصحاش. دابا غادي ندوز نديرها كويرات صغار. وهنا خوتي وخواتاتي كيف ما كتشوفوا عندي هنايا 2 ديال لاستيكات. بغيت نوريكم الطريقه الا كانوا عندكم الكمام بحال هكا واسعين. خديت غير 2 لاستيكات عاديين هكا وحزمتهم من هنا وكنجمع بهم الكمام ديالي بحال هذا الشكل صافي باش ما يعذبونيش، باش ما يديروجينيش في الخدمه بحال هذا الشكل. الناس ديال بكري كانوا كيستعملوا الشمار، كانوا كيديروا واحد لاستيك كبير وكانوا كيعقدوه على كتافهم عاد كيجمعوا به الكمام. دابا شويه تبدلات الوقت ما بقاش الشمار، ولينا كنستعملوا غير هكا لاستيكات صافي. انا كنستعملهم بحال هكا باش نشد الكمام ديالي باش ما يطلعوش ليا وباش ما نديرونجاش في الخدمه. هذا هو لاستيس ديالي كيفاش كنجمع الكمام ديالي. بغيت نتقاسم معكم هذه الفكره ونكمل معكم الخبيزات. دابا بعد ما خمرات ليا العجينه غادي نقرصهم خبيزات صغار. بسم الله. خديت هنا شويه ديال طحين حرش فينو، صافي. وغادي ندير منها كويرات صغيورين قياس اللي بغيتو باش الخبيزات ما يجوناش كبار بزاف وما يجوناش صغار. على هذا الشكل.
كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي هاد الكميه ديال الطحين خرجت ليا واحد 8 ديال الخبيزات صغار. عندنا هنايا الطاوه ديالي قليل من الزيت، ممكن تفرشوا ليها غير الطحين بلا ما تدهنوا لها بالزيت. صافي دابا غادي ناخذ الخبيزات ديالي وغادي نقرصهم. صافي قرصتهم على هذا الشكل السمك ديالهم. دابا غادي نوضعهم في هاد الطاوه. الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفوها هما موجودين، ها هما قرصتهم. دابا غادي ناخذ واحد زليفه فيها شويه ديال الماء وغادي ندهنهم بالماء. مباشره بعد ما دهنتها بالماء غادي عندي هنايا الجنجلان اللي عندكم او البافو اللي كاين عندكم وغادي توزعوا عليه. نحاولوا نضغطوا على هكايا على الجنجلان بيدينا باش يلصق فوق الخبيزه. اللي بغيتو ديروا يا النافع يا بافو يا الجنجلان اللي كاين عندكم اللي متوفر عندكم. هاد الخبيزات هادو راه تيجيو زوينين وتيجيو راقيين بالنسبه للمناسبات او الاعياد، وكيجيو مسمين بالزيت العود اي زيت زيتون، راه تيجيو زوينين بزاف وساهلين في التحضير، غير جربوهم. بسم الله. دابا غادي ناخذ واحد المصماضي ونحاول ندير لهم واحد الفلحه من الوسط من هنا على شكل زائد. الا عندكم الرازوار او الشفره تكون جديده استعملوها، انا ما عنديش، اكتفيت غير بالموس. ها هما الخبيزات ديالي ها هما موجودين كيف ما كتشوفوا. غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد ندخلهم الفران سخون على 200 درجه ونرجع لكم من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. الخبيزات كيف راه جاو رائعين وساهلين في التحضير ولذاذ بمذاق زيت الزيتون، وكنتمناهم يعجبوكم. وإلا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، مع الحباب ديالكم، مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعاليق ديالكم الطيبه. وكنشكركم على المتابعه ونخليكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.